السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هواة إيناس. اليوم الحلقة غادي نديرو فيها المقروط التمر. بالنسبة للمقادير، عندي كاس ديال العنبة ديال السميدة غليظة، كاس عنبة فورس، ونص كاس زبدة مندوبة. عندي الماء زهر لجمع العجين، وكذلك غادي نصايبو به حتى الحشوة اللي فيها التمر، وعندي القرفة وشوية زيت المائدة، زيت المائدة، والعسل اللي غادي نطفيو فيه المقروط ديالنا من بعد ما نقليوه. ندوزو دابا للطريقة. اول حاجه دابا نصايبو الحشوه اللي هي تمر معجون، غنزيدو عليه القليل من الزيت وغادي نعجنوه بالماء زهر. غادي نبقاو نعجنوه مزيان حتى تولي عندنا العجينه مرخيه، ما تكونش قاصحه، باش فاش نقليوها تجينا فتيه وهشيشه وما تكونش قاصحه بزاف. كناخدو صحن كبير كنديرو فيه السميده الغليظه والدقيق وقليل من الملح باش تجينا بنينه. كنخلطوا المكونات مزيان من بعد كنزيدو عليهم الزبده المذابه، وكنبسبسوا هذا الخليط ديالنا. كندخلوا فيه الزبده مزيان. هذه هي الطريقه الصحيحه باش كنبسبسوا المكونات، وكندخلوا الزبده في الدقيق وفي السميده. ودابا كنجمعوا العجينه بالماء زهر غير بشويه، ما كنعجنوش، غير كندوروا يدينا حتى كتجمع لينا العجينه مزيان. كناخذوا بابي كويسون، ورق الطبخ، وكنحطوا فيه العجينه ديالنا باش كيتساعدنا ما يتلصقش لينا العجينه، ونهزوها دغيا ونجمعوها. كناخذوا العجينه كنسرحوها على شكل طولي مزيان كما كتلاحظوا في الصور. ومن بعد كناخذوا الحشوه اللي هي التمر، وكنسرحوه فوق من العجينه على شكل طولي غير الوسط ديالها، وكنخليو الاطراف باينين باش نجمعوا بهم العجينه. ودابا كنطويو العجينه كنروليوها مزيان، كنخليو الحشوه تكون لداخل. الا كانت باينه لينا شي حاجه كنقادوها بيدينا، كندخلوا الحشوه وكنقادوا العجينه. ودابا كنروليو العجينه تاعنا باش تكون عندنا قياس واحد منين نجيو نقطعوه. كنبسطوا العجينه تاعنا اللي رولينا، ومن بعد كنقطعوها لوحدات قد
كناخدو كل وحده من بعد ما كنحيدوها كنقادوها مزيان، ومن بعد كنقشوها. الا بغيتو النقش اختياري الصراحه، ها هو كيعطي واحد المنظر زوين الصراحه. من بعد ما نقشت الوحدات ديالي كاملين حطيتهم في واحد الطبسيل، وفي هذا الاثناء كنكون مسخنه الزيت في المقلاة ديالي ولا كاسرونه تكون مجموعه، وكنحط فيهم الوحدات ديالي المقروط ديالي كيطيب مزيان على نار مهيله باش يطيب لينا وما يجيناش معجن. من بعد ما كنهزهم من المقلاة ملي طابو كنديرهم ديريكت في العسل ديالنا وكنخليهم يتشربوا على الاقل ساعه او اكثر. والمقروط ديالنا ها هو وجد. نتمنى تكون الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. تابوناو في لاشين شهيوات ايناس، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، تابوناو في لاشين ديالي، وبسلام عليكم في وصفه جديده ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.